شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتغل فيه الشياطين. في بداية الشهر رحمة، في منتصفه مغفرة، في آخره عتق من النار. صحيح الترمذي. يتحدث هذا الحديث عن شهر رمضان وأهميته وفضله، حيث إن الله فرض على المسلمين صيامه، وهو شهر مبارك ومغفرة ورحمة، حيث تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتغل فيه الشياطين. ويعتبر هذا الشهر فرصة للتقرب إلى الله وزيادة الأجر والثواب، وهو مثال على عظمة الله تعالى وعطائه للمؤمنين. ويجب على المسلمين استقبال هذا الشهر المبارك بالفرح والسرور والتحضير له بالصلاة والصيام والعبادة والتقوى، وتحقيق الأهداف التي أمر الله بها في هذا الشهر المبارك.